مرحبا. مجموعات القوى عملي استاتيك عمارة. أوردت المثال رقم 1. هاي هو: احسب القوة في الحبل دي بي للعمود المبين بالشكل 1. هاي الشكل 1، هاي هو العمود A B، وهاي في حبل هون دي بي. مطلوب مننا أن نحسب القوة T، سميناها T في هذا الحبل. العمود تؤثر عليه قوة مائلة شدة 8 كيلو نيوتن مثل ما انتم شايفين، وتميل على محور العمود بزاوية هي 30 درجة، والحبل هون بميل على محور العمود بزاوية 60 درجة. تمام. خطوات الحل: ننسب الجملة الإنشائية إلى جملة محاور إكس وواي، هاي بينات إكس وواي، إكس أفقي وواي شاقولي. 2. نحلل القوة المائلة إف هاي إلى مركبتين، هاي إف إكس وإف واي، هيات الإف واي منطبقة على محور العمود. طبعا من خلال الساين والكوساين حسبنا الإف إكس اللي هي إف بساين 30 درجة، والاف واي اف بكوساين 30. بالحساب طلع معنا الاف اكس 4 كيلو نيوتن والاف واي 7 كيلو نيوتن. 2. نرسم مركبات رد الفعل. هون عندي مسند متحرك وبالتالي رد فعل وحيد في اي للأعلى شاقولي، وفي عندي كمان نرسم القوة هاي اللي احنا دايرين عليها اللي بدنا اياها اللي رمزت لها تي، اللي هي القوة اللي في بالحبل دي بي، رسمناهن. طبعا هون بنلاحظ انه احنا ما اعطينا مقطع العمود ولا اعطينا نوع العمود، نوع مادة العمود، وبالتالي ضمنا الوزن الذاتي هو مهمل. لذلك بنحسب تي حسب تأثير الاف هاي القوة المائلة. بنسقط احنا على المحور اكس او على المحور واي، او بنسقط على المحورين معا. يعني اذا كان في هناك مجاهيل مثلا مجهولين او اكثر من مجهول، فهون احنا عندنا مجهول واحد اللي هو تي، لذلك نختار الاسقاط مثلا على المحور اكس. اللي اخترته هو الاسقاط على المحور اكس لسهوله الحل، حتى الغي تاثير الفي اي هذا، لانه ايش؟ الفي اي عمودي على المحور اكس. طبعا مجموع المساقط على المحور اكس يساوي 0، وبالاسقاط الاف اكس تتجه عكس المحور اكس، هي تتجه الى الشمال، بينما المحور اكس تتجه الى اليمين، وبالتالي سالب ناقص اف اكس. ومسقط التي هاي للاعلى هي ايضا تتجه عكس المحور اكس، اذا ناقص تي بالساين 60، هاي هي ساين 60 اللي هن هون 60 هاي تساوي 60 هاي بالتبادل الداخلي. وبالتالي طلع معي المعادلة هاي. من خلال هذه المعادلة أستطيع أن أصل إلى قيمة تي اللي هي ناقص اف اكس على ساين 60. بعد التعويض حسبنا القوة تي اللي هي ناقص 4.618 كيلو نيوتن. بهذا الشكل بيكون المثال انتهى إن شاء الله، وأشكر حسن استماعكم.